السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا شباب صحينا على خبر حزين ومفجع. في شخص يمني، هذا صورته، كان سيتهرب من اليونان إلى فرنسا تهريب عبر البحر، ومن ثم قضى عمره، يعني غرق. شوفوا القصة، اسمعوا القصة. هذا أصحابه يتكلموا عن طريقة موته. عبارة عن الشاب اليمني الذي توفى في فرنسا في منطقة كالي. الشاب هذا اسمه عبد الرحيم القاسمي، وصديق أخونا إبراهيم طبعا، الله يرحمه ويغفر له. طبعا قصة الشاب هذا إنه جاي يتهرب، دخل اليونان، ومن اليونان خش فين فرنسا عشان يتهرب بريطانيا. طبعا هذه المنطقة اللي بيتهربوا منها في فرنسا هي منطقة باردة، أبرد منطقة في فرنسا، خصوصا أيام الشتاء، يعني لو تدخل أصابعك لا يتجمدك. طبعا مخاطرة جدا، بيخاطروا الشباب اليمنيين بأرواحهم. طبعا الشاب قصته ايش؟ انه هو دخل تهرب، طلعوا في بلم. البلم هذا عبارة عن قارب مطاطي. طبعا القارب المطاطي هذا بيطلعوا فيه، بيحطوه وسط البحر، بتوصل الماء لا هنا، وأوقات بتغطي ناس. فتخيل انه وصل ما حد رفعه، فمسك الحبل وجره الحبل، يعني مسافة كيلو و2 كيلو، لحد أكيد أنه تعب، وبعدها استسلم للموت. وهنا انتهت قصة هذا الشاب، وانتهت عمره، وانتهى حياته، وفجع أهله، وعاش تجربة سيئة، ونقلها يعني كيف أقول لكم، يعني بصورة صراحة مفجعة جدا. الله يعين أهله ويرحمه ويغفر. شفنا الفيديو قصة كامل. نرجو من إخواننا كل اليمنيين أنهم لا يدخلوش يعني تهريب، يدخلوا دخل الشرعية. يعني أنتوا داخلين تترزقون الله، لا تدخلوش تهريب، ادخلوا دخل شرعية، لا تخاطروش بأرواحكم. إخواني، معاكم أهل، معاكم ناس، يعني ممكن إنه أنت تموت وأنت عندك أعز ناس مثلا زي أهلك يدرون قصة يعني موتك على طول. لا تخاطروش إخواني بأرواحكم وأرواح أحبابكم وأهاليكم. خذوا العبرة من أخيكم هذا، الله يرحمه. ادعوا له إن ربي يتقبله ويغفر ذنوبه إن شاء الله كامل. ادعوا له بالمغفرة إخواني.